قالوا لي: "يا عم ما حدش هيقول لك سلِّم إيديك." قُلت لهم: "لأ، ده أنا هاعمل لهم النهارده بسبوسة كدابة هيخلّي كل الناس اللي بتتفرّج عليَّ يقولوا لي سلِّم إيديك يا بنوب." يالّا بقى شجعوني ويالّا بقى بينا نعمل أحلى بسبوسة صيامي كدابة. عندي كده حلة حطيت فيها كوباية من السكر، واسيب كده السكر يتكرمل على جنب. عقبال بقى ما يتكرمل عندي بقى إيه الطبق بتاعنا الجميل، هاحط كده كوبايتين من دقيق السميد، عليهم كوباية من جوز الهند، وعندي نُص كوباية من الزبيب، والزبيب هنا اختياري يا جماعة. يعني ممكن نحطه وممكن ما نحطوش. نخلط المكونات مع بعض ونرجع نشوف الكراميل بتاع السكر. بصوا اول كده ما يبدأ كده يتكرمل هديله تقليبة بسيطة، شايفين لونه حلو وجميل زيكم كده. بعد كده هحط على الكراميل ده نص كوباية مية تكون سخنة بتغلي، وبعد كده اديله تقليبة وما تقلقوش هتلاقوا الكراميل فك منك بكل سهولة. بعد كده بقى بعد ما فك كده هضيف عليه شوية اضافات. هتضيف ايه يا بنوب؟ تعالوا وانا اقول لكم. اول حاجة كده هضيفها، بصوا بقى هضيف ايه، نص كوبايه من الزيت. الزيت بتاعنا يكون فاتح يا جماعه، وافضل اقلب فيه كويس قوي. هاخد بقى الخليط الكراميل ده مع الزيت، هبدا كده احطه على ايه، على دقيق السميد اللي انا عملته فين مع جوز الهند والزبيب. هديله تقليبه. ملحوظه مهمه في البسبوسه، ما تحطلوهاش بيكنج باودر، دي اول حاجه. تاني حاجه اول ما تقلبوها سيبوها. تمام، يعني ما نفضلش نعجن فيها، لو عجنا فيها وفضلنا كده نقلب فيها هتبوظ. اول ما دقيق السميد شرب كده السوائل اللي انا حطيتها سبتها. بعد كده عندي الصينيه بتاعتي دهنتها دهنه زيت، وهبدا بقى احط الخليط بتاع البسبوسه. طيب هسالكم بقى سؤال اشوفكم مركزين معايا ولا لا. اول حاجه او اول سؤال يعني هساله لكم، الكراميل اللي انا عملته، انا حطيت كوبايه من السكر وبعد كده نزلت بنص كوبايه من الميه. يا ترى الميه اللي انا حطيتها ميه ساقعه ولا ميه سخنه؟ لو شاطرين جاوبوا في الكومنتات، عايز اشوف تلاميذي الاعزاء. هبدا بقى احط كده وازين بقى ايه البسبوسه بتاعتي بالفول السوداني. عندك بندق يا ريت حطي، عندك كاجو حطي، فستق ما فيش مشكله. عندي بقى السيرب بتاع البسبوسه او الشربات بتاعها، حطيت كوبايه سكر وعليهم كوبايه ميه، والسيرب ده لازم يكون ايه، لازم يكون خفيف. بعد كده عندي بقى نص الليمونه الجميل هحطها على شربات البسبوسه، ويلا بقى رشه فانيليا بسيطه. السيرب بتاع البسبوسه لازم يبقى سخن، وكمان البسبوسه تبقى سخنه. طب اعرف بقى البسبوسه نجحت ازاي؟ اول ما احط كده السيرب بتاعها والبسبوسه تشربه يبقى كده البسبوسه نجحت. شايفين شربته ازاي؟ هي دخلت الفرن على درجه حراره 180، قعدت حوالي كده من ربع ساعه لتلت ساعه. الشربات بتاعها بقى تمام. على فكره ممكن لما تحطوا الشربات تدخلوها ايه 10 دقايق كمان. وبعد كده بقى ايه سبتها، واحلى صينية بسبوسة عملتها، صينية بسبوسة كدابة. ولكن أنا أبانوب ومش كداب. لو الوصفة عجبتكم اعملوا لها شير لكل حبايبكم، واعملوا بقى منشن لأكتر حد في العيلة بيعمل بسبوسة حلوة وأكتر حد بياكل البسبوسة.